الكرة لفائدة الهلال السوداني عند الدقيقة 28. اتحاد العاصمة الجزائرية وأولمبيكاس في المغربية أول المتأهلين في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية في انتظار تأهل شباب بلوزداد الجزائري وكذلك الوداد الرياضي البيضاوي المغربي في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية. الزمالك المصري والمصرية البورسعيدية في منافسات الكافة الفرق العربية المرشحة لنيل لقب الكونفدرالية لهذا العام 2026، كما هو حال النوادي العربية كالنادي الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي. وأيضا في انتظار الجيش الملكي المغربي الذي سوف يستضيف يونغ أفريكانز تنزانيا، بينما تضاءلت حدود شبيبة القبائل شبه منعدمة وصعبة أمام فرق الجيش وكذلك النادي الأهلي المصري ويونغ أفريكانز تنزاني في نفس المجموعة. أكيد المنافسة على دوري أبطال إفريقيا أيضا بالنسبة لنهضة بركان الذي يحتل ثانيا في المجموعة، وراء FC بيراميدز المصري فريق الأهرامات حامل اللقب الذي وصل إلى الدور النصف النهائي من مسابقة كأس القارات لأندية العالم. أكيد بيراميدز المصري الذي توج بدوري أبطال إفريقيا وأيضا بكأس السوبر الإفريقي. نهضة بركان الذي توج بكأس الاتحاد الإفريقي. هنا النتيجة متقدم فيها مولودية الجزائر أمام الهلال السوداني، والأخير يبحث على ذلك. وهنا العرضية دفاعات مولودية الجزائر.